السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم اكله حلوه قوي بصوص فظيع. الصوص بتاعها وحده حكايه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت فلفلايه رومي حامي وفلفلايه صفرة في الكبه بتاعتنا. ما عندكيش كبه نجيب الخلاط، مفيش مشكله. نقطعهم كده. بصلتين كبار. البصل الاحمر حلو قوي، بيدي تطعيمه وتسكيره حلوه قوي للاكل. يعني يكونوا بصلتين حلوين كده. 3 4 طماطميات. تمام كده. نضربهم ضربة حلوة. وعليهم قرنين فصين 3 توم. شوية خل. 3 4 معالق تقريبا خل. ربع كوباية زيت. الزيت بيطري قوي الأنسجة بتاعة اللحوم لما تحبي تشويها، لكن طبعا لو هتعمليها كريسبي ما ينفعش نحط زيت خالص. نضربهم اهو ضربة كويسة. خلاص نبتدي نحط التوابل بتاعتنا. مش هحط توابل كتير، هي معلقة فلفل اسود كبيرة. الملح بتاعنا. معلقة بابريكا كبيرة. نص معلقة 7 بهارات. بس كده. احنا بس نكتر شوية في الفلفل الاسود لانه بيديها طعم حلو جدا. نضربهم كمان ضربة. اهي نص معلقة 7 بهارات. نضربهم ضربة حلوة وخلاص. ندخل التوابل مع الخضار وخلاص كده. التتبيلة دي حلوة جدا وطعم التوابل مش كتير فمديها طعم حلو. خلاص كده. زي ما انتوا شايفين. كتري فيها الطماطم والبصل بتبقى حلوة جدا. خلاص كده هنجيب الفراخ بتاعتي. انا جايبة فراخ مقطعها من الظهر سليمة، بتبقى شكلها حلو. اهي مغسولة طبعا كويس. تمام كده. اهم حاجة برضو في الخطوة دي ان انتي تفتحيها كده بالسكينة وتكون ناشفة عشان تشرب من التتبيلة. ونسيبها حوالي ساعة او ساعتين في التتبيلة، بتبقى حلوة جدا بصراحة. صينية احط فيها بطاطساية كده كبيرة من تحت. كتري البطاطس بتبقى طعمها حلو جدا تحتها صراحة. اهو انا حطيت بطاطساية واحدة بس، طبعا كل ما بتكتري فيها بتبقى احلى. ولو عندك كمان جزر هرش كده من تحت شوية من التتبيلة دي. وبعدين انزل بالفراخ. يعني هي الفرخة دي تقريبا 1.5 كيلو، مش كبيرة. اهي نشفي، حاولي تنشفي الفراخ عشان لما تحطي عليها التتبيلة تشربها بسرعة. تفتحي كده، تحطي جوه التفتحات وتحت الجلد. اهو حاولي بقى ايه تكتري بقى جواها كده. طبعا هنتعامل دلوقتي المعلقة مش هتنفع، لازم ايدينا تتدخل في الوضع ده. خلاص كده. نبتدي بقى ايه نعمل لها مساج اهو. نفضي كل الكمية بتاعتنا ونعمل لها مساج بقى. وزي ما بقولك حاولي تسيبيها ساعة، تبقى حلوة قوي بصراحة، بتطعم من التتبيلة. اهو تحت الجلد وفي كل حتة كده مليها. عشان كده بقولك كتري فيها، الصوص ده بيبقى طعمه حلو جدا. خلاص كده. فرن مفيش فرن. هنحطها على العين من فوق. نمسح طبعا الصينية بتاعتنا حوالين داير. ونحط القوانصة والكبدة بتاعتهم. نكون مجهزين الفويل لان الصواني المربعة او المستطيلة ملهاش غطا، فبتبقى الفويل احسن لها. نقفلها كويس وعلى العين من فوق، مش الفرن ولا تفتحي فران ولا حاجة. تاخد لها حوالي نص ساعة على نار هادية، لا هي عالية ولا هي واطية عشان متتحرقش منك. زي ما انت شايفة انا محطناش مية، هي استوت وحدها كده بالخضار اللي فيها.
شايفين عاملة ازاي؟ تحت الشواية بقى تاخد لها حوالي 5 دقايق كمان وخلاص. انا بحب الفلفل قوي عليها كده، بيتشوي بيبقى طعمه حلو جدا. يلا على الشواية اوريكم شكلها بعد ما تطلع اهي، ما شاء الله حلو جدا. التتبيلة طعمها حلو، ما تكتريش في التوابل عشان ما تغيرش طعمها. هنحط فحمة عشان نحس ان هي بقى ايه مشوية مشوية يعني، جايبينها من بره فحمية كده، ونرش عليها شوية زيت اهو. وطبعا بنفس الورقة بتاعة الفويل نغطيها تاني. في خطوة تاني مهمة برضو هعملها لك دلوقتي، العيش. هاتي العيش وحطيه عليها، بتبقى فظيعة يا جماعة. أنا نسيت فرجعت افتكرت اهو. استني اوريكي اللي افتكرت بعد ما غطيتها اهو. العيش بياخد طعم الفحم، بيبقى فظيع. تمام، نغطيها بقى ونسيبها بقى لغاية ما الفحم يهدى خالص ويطفي وتاخد من اللون زي ما انت شايفة كده. بتبقى حلوة اوي بصراحة اهو. العيش بيبقى فظيع، جنبها شوية سلطة، جنبها شوية بطاطس تاني. بصي أكلة حلوة، شوية رز أبيض، مكرونة بيضة يعني. الفراخ دي ما بتشبعش منها بصراحة، وأكلة سهلة وسريعة. هوريها لك دلوقتي عاملة ازاي، والبطاطس تحتيها عاملة ازاي. رشة بقدونس كده، أي حاجة مشوية لازم جنبها بقدونس. خلاص كده، أحلى حاجة الفلفل المشوي. شايفين ما حدش بيسيبك وانتي في المطبخ، بجد حلوة جدا. لازم تجربوها. شايفين مهرية، بس طبعا هي سخنة فمش عارفين نطلعها. اوريها لك دلوقتي. كليها بعيش، احلى حاجة تغميسة العيش دي. شايفين البطاطس عاملة ازاي، فظيعة بجد. لازم تجربوها يا جماعة، حلوة جدا. الكبدة بقى كمان اهو. الصوص بقى مع البطاطس تحت مع حتة الفراخ، أكلة حكاية. أتمنى تجربوها وتقولي رأيكم، لازم أعرف رأيكم في الكومنتات. شايفين عاملة ازاي، بجد حلوة حلوة حلوة. أنا بحبها بالعيش بصراحة جدا. أيوة، حطي الصوص كده وغمزي وكلي ودايلي. شايفة عاملة ازاي. أتمنى الوصفة تعجبكم، سهلة وسريعة، وتقولي رأيكم. وبألف هنا ومع السلامة.